بعد كده الايام بتمر وتعدي، وجيسون فضل شغال مع كاترين والامور اتظبطت معاه خالص. وفي يوم وهو في المدرسه بيكتشف ان صاحبه دانيال شغال مع كاترين نفس الشغلانه اللي هو بيشتغلها. ساعتها جيسون بيفرح جدا ويطمن لانه مش لوحده في الوظيفه ديت، وعشان كده بيستريح نفسيا. لكن اتفاجئ ان حبيبته كيلر عرفت الوظيفه اللي هو شغالها واتعصبت وغلطت فيه وقالت له انت مش انسان ولا بني ادم، وبتعرفه انه مش عاوز تشوفه مره تانية وبتسيبه وتمشي. وبالليل جيسون بيروح عند عميله تانية والدنيا كانت تمام، لكن فجاه بيرجع جثه وهو مع العميله في البيت، وعشان كده جري بسرعه استخبى في الدولاب لحد ما جثه انشغل ونجح انه يهرب. لكن للاسف وهو بيجري الحزام بتاعه وجع على الارض من غير ما ياخد باله. ولما رجع البيت مامته نيكول كانت مستنياه وكانت متعصبه جدا لانها لاحظت انه بيسهر بره باستمرار، وساعتها سالته عن الاسباب. راح كذب عليها وقال لها كنت سهران عند صاحب دانيال. ساعتها بتتعصب عليه اكتر من الاول وقالت له يا ريت تتصل بيا وتعرفني انك انت هتاخر بره البيت. وقتها نيكول لاحظت ان هو متغير ومش زي الاول، وحست انه بيعمل حاجه من وراها ومخبي عليها. لكن وقتها جيسون طمنها وقال لها كل حاجه تمام. تاني يوم الصبح جيسون كان متعصب جدا وراح عند كاترين وعرفها اللي حصل، وعرفها ان جوز العميله دخل عليهم فجاه وكان هيروح في خبر كان، وقال لها ده مش ضمن اتفاقنا. بعد كده بيعرفها ان هيبطل شغل الفتره ديت. ساعتها كاترين بتتعصب عليه ويشد هما الاتنين مع بعض في الكلام، وعشان كده جيسون غير رايه وقال لها مش هشتغل تاني الشغلانه ديت وبيسيبها ويمشي. بعد كده بيعرف صاحبه دانيال باللي حصل، لكن وقتها دانيال قال له ما ينفعش تبطل شغل مره واحده لان ده في خطر عليه، ونصحه انه يريح شويه وياخد اجازه. لكن دانيال لما عرف جيسون مصمم قال له خلي بالك من نفسك. بعد كده سابه ومشي، وبيروح جيسون يقعد لوحده. وقتها شاف واحد اسمه بنجامين وجاي يتكلم معاه وعرفه انه تبع مدام كاترين، ومره واحده هجم على جيسون وبعد كده هدده وعرفه عنوان العميله اللي لازم يروح عندها، وكمان قال له الشغل مع كاترين غصب عنك ومش برضاك وانت ما عندكش اي اختيار، وقال له لو فكرت تسيب الشغل هيخلص عليك انت وعيلتك. وقتها جيسون خاف من تهديده وعرفه انه هيكمل الشغل ومفيش اي مشاكل. ساعتها بنجامين بيسيبه ويمشي. وبنرجع مرة تانية لكاترين اللي كانت عاملة حفلة كبيرة في بيتها، وأثناء الحفلة بتيجي العميلة اللي جوزها مسكها مع جيسون وبتتكلم مع كاترين وتعرف إن جوزها شاف الحزام بتاع جيسون وعشان كده طلعها وخد كل أموالها. وقتها بتطلب تعويض كبير جدا من كاترين وإلا هتفضحها في كل مكان. ساعتها كاترين بتحاول تهديها وقالت لها بالليل هديك اللي أنت عاوزاه. وبالليل بيروح بنجامين عند العميلة وبيدي لها الفلوس اللي هي طالباها. بعد كده بيطلب منها إن يقضي اليوم معاها. راحت ضحكت وقالت له تعالى، وأول ما دخل بنجامين هجم عليها وخنقها وحاول يخلص عليها، لكن العميلة طلع مسدس وتضربه، وبالرغم من اللي حصل بنجامين بينجح انه يخلص عليها.